هل القانون الجديد للإيجار القديم يعتبر نافذ في حالة عدم توقيع رئيس الجمهورية عليه؟ الناس بتسأل. الوقت مجلس النواب وافق على قانون الإيجار القديم، بس رئيس الجمهورية لسه ما وقعش عليه. فهل القانون بقى نافذ؟ وهل يحق للدولة تطبيقه؟ خلينا أوضح لحضراتكم الصورة بدقة طبقا للدستور. في مصر علشان أي قانون يبقى نافذ لازم يمر بثلاث خطوات. واحد، إقرار القانون من مجلس النواب. اتنين، عرضه على رئيس الجمهورية للتصديق عليه. تلاتة، نشره في الجريدة الرسمية. طيب لو مجلس النواب أقر القانون وأرسله لرئيس الجمهورية والرئيس ما صدقش عليه، هنا يجي دور نص المادة 123 من الدستور المصري اللي بتقول: إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ردوا إليه خلال 30 يوما من إبلاغه به، فإذا لم يرده في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر. طيب يعني إيه الكلام ده برضه؟ يعني لو رئيس الجمهورية ما اعترضش خلال 30 يوم من استلام القانون يعتبر القانون معتمد وملزم حتى دون توقيع صريح منه. يبقى هنا نقدر نقول إن عدم الاعتراض يعتبر إقرار ضمني بالقانون. لكن هل ده وحده كفاية عشان نقول إن القانون أصبح نافذ؟ الحقيقة إن برضو الكلام ده مش كفاية. القانون لا يكون نافذ بمجرد موافقة البرلمان عليه ولا حتى بمرور 30 يوم دون اعتراض من الرئيس. الشرط الأساسي والنهائي هو نشر القانون في الجريدة الرسمية، وده حسب نص المادة 225 من الدستور المصري. يعني باختصار، طالما البرلمان وافق على قانون الإيجار القديم ورئيس الجمهورية سكت عليه لمدة 30 يوم، القانون يعتبر صادر بحكم الدستور، لكن لا يمكن تطبيقه على الناس أو الاستناد إليه أمام المحاكم إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية وتحديد تاريخ بدء صريانه سواء فور النشر أو بتاريخ لاحق. يعني نفاذ القانون في مصر لا يكتمل إلا بنشره مش بإقراره. وفي النهاية لو مهتم بالقانون تابعني.